تقدر تكون كتمشى في الشارع وتلاقى شي حد بين قوسين، يقدر تكون شريكة حياتك والى اخره. المهم انت باغي تهضر ولكن ما كتعرفش شنو غتقول. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الفيديو، كيفاش تبدا الهضره. الحاجه الاولى اللي خاصك تعرفها ان الهضره اللي غتقول اثناء المحادثه ماشي مهمه. ماشي مطلوب منك تقول حاجه خارقه باش تحصل على علاقات ناجحه في حياتك. ماشي ضروري تكون عميق ولا تكون مثقف، خاصك غير تعرف القواعد ديال التواصل عزيزي. سير وبدا الهضره وما تفكرش شنو غتقول، حيت المواضيع كيجيو بوحدهم. وإلا كاع تعرضتي الرفض اصلا انت غير كتريني على التواصل. غدوز الوقت وغتولي عندك تجربه وغطور وحده من المهارات الاجتماعيه اللي هي الكومينيكاسيون. انت الهدف ديالك تطور في المحادثات الفرديه، خاصك تبدا في المحادثات الجماعيه. من غتستافد بزاف وغطور مهارات التواصل. سير بلاصه عموميه وتلاقى ناس جداد وبدا معاهم المحادثات، وغتكتشف ان الناس كيتسناو منك تبدا المحادثه وتجاملهم. شوف، ما تكونش داك النوع اللي كيبقى يهضر على راسو. الا كنت فيك هاد القاعده اسمح لي خاصك تحيدها في اقرب وقت. بكل بساطه شكون مهتم يسمع التفاصيل ديال حياتك. بدات تهضر على راسك، جامل الطرف الاخر. المهم تحسوا بالوجود ديالو، واصلا التواصل داير بحال واحد الخيط انت تجر وهو يجر. ما عرفت علاش عطيت هاد المثال مي ما ديوش عليا. والسؤال الكبير فين غتطبق هاد القواعد؟ سير للبلاصه اللي ما كيكونش حتى حد كيعرفك. خرج الدائره الاجتماعيه لا كنتي فيها، خاصك تمارس خطوات التواصل في وسط اللي جديد. هادشي اللي غادي يخليك تكتسب تجربه. حاول تلقى حاجه مشتركه، قلب على الكلمات. حتى انا هادي كتعاون بزاف. جامل الطرف الاخر، راه الناس كينساو علاش هضرتهم مي عمرهم ينساو باش خليتهم يحسوا. خذ الرأي ديالو. كل شي كيبغي يهضر على الرأي ديالو، داكشي اللي غادي يخليك تعرف رمز المعلومات عليه. بعد على المواضيع اللي ما كتفهمش فيهم. انت ما كتفهمش وما عندك حتى استفادة، علاش هتهضر على السياسة؟ بعد من المواضيع المعقدة، استمتع تسول أسئلة سهلة اللي يقدر الطرف الآخر يجاوب عليهم. ما عليك غير تطبق هادشي اللي قلنا في هاد الفيديو ويلا. خليتكم في ساعة الخير وما بقى غير نقول لكم سلام. نسيت قبل ما تخرج دير معك واحد لايك اخاي ديالي ويلا.